السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده هعمل معاكم كده مكرونة بشاميل بطريقة جميلة جدا، من غير لحمة. هتعجبكم قوي قوي قوي، طعم تحفة. معايا نص كيلو بانيه مقطعه كده زي الشاورما كده، ومعايا كيلو مكرونة سلقتها في مية مغلية بشوية ملح وبشوية بحبة زيت كده. قطعت الشاورما وغسلتها كويس جدا جدا جدا، وحطيتها بقى في المصفى الجميلة دي كده وتتصفى كل الماء اللي فيها. بعدين قطعت بصلاية كده وسط، كبيرة، تقطيع وسط كده، ولا كبير ولا صغير. بعدين حطيت زيت، قلبته ببعض كده وعلى النار على طول. بعدين طبعا المكرونه كانت سلقت معايا، فلازم أنا اصفيها من الميه بتاعتها. طبعا مش هبلها ميه، لان المكرونه بتاعت البشاميل مش بتتغسل، يعني انا عايزاها تستوي لسه في البشاميل والفرن وكده. فحطيتها بقى على النار في المصفى. بعدين حطيت البصل على النار زي ما انتم شايفين اهوت. هقلبها بس كويس كده، اشممها النار كده. وبعدين احط على طول البانيه بتاعي، الشاورما بتاعتي او قطع الفراخ بتاعتي. اهم حاجه النار تبقى عاليه علشان الفراخ تتصدم، قطع الفراخ تتصدم على طول، ما تنزلش لو صارت الميه بتاعتها تتصدم على طول. اهم حاجه تاخد وش من كل الاجنبه كده، تقلب كويس كده مع البصل، وعشان ما تتحرقش برضو لان انا معليه النار. يا جماعه بقلبها كويس. حسيت ان هي محتاجه شويه من الزيت، حطيت لها برضو شويه من الزيت كده بسيطه، مش عايزه يعني اكتر زيت، علشان طبعا البشاميل اللي بتتعمل بسمنه او زبده يعني اللي موجوده عندك. هنحط بقى التوابل بتاعتنا: كاري، كركم، بابريكا. لو عندك كركم ماشي، عندك اي توابل حطيها عادي. توابل فراخ، كمون، فلفل اسود يعني، ملح. طبعا حطيت معلقه توم مفرومه يعني، لو عايزه تحطي توم بودرة عادي برضو. لو عايزه برضو تحطي شويه من الشطه برضو عادي حطي، حسب اختيارك في في التتبيله. هنقلب بقى كويس كده كده جدا، ندخل التوابل كلها ببعض. انت ممكن اصلا بعد غسيل البانيه قطع الفراخ تتبليها لوحدها عادي، وتقومي منزلاها بقى على البصله كده وهي متبله وواخده تتبيلتها كلها. بس طبعا انا كنت مستعجله، فما كانش طبعا تبلت الفراخ ولا عملت اي حاجه من دي. فانا لما احب بتبلها وبسيبها بقى شويه كده تاخد الطعم كده، وبعدين ابقى اعمل لها بصل واحطها على النار تستوي وبس. ما شاء الله بتبقى طعمها جميل قوي، وبصوا احلى من اللحمه جدا. قطع الفراخ دي احلى من اللحمه جدا. وبرده لو انت عندك صدر مثلا سلقتيه، اتفضل فراخ اتفضلت، او التوم اهو مفروم يا جماعه بوريهولكوا. مثلا اي لحمه، اي فراخ اتفضلت، كبد، مش عارفه ايه، كبد فراخ، مش عارفه ايه، قوانص، ممكن برضو تعملي بيها مكرونه بشاميل. بص بتبقى تحفه جدا. وبدل ما ترمي اللحمه والفراخ وكده، او مثلا خلاص الاولاد مش هياكلوا تاني يوم الاكل برضو، فانت ممكن بقى تدخليه في في البشاميل، مكرونه بشاميل. بصوا لونها حلو قوي وريحتها ما شاء الله كانت طالعه كويسه جدا. وسبتها بقى لما تستوي. جبت بقى حله كده جميله وسط كده، حطيت فيها سمنه، زبده يعني. بصوا السمنه دي بجيب زبده فلاحي واجيب سمنه عاديه،
اللي هي سمنة صناعي وكده نباتي، وبعدين بسيحها مع بعض وكده، وبتعمل لي زبدة تحفة يعني من ده على ده. بس طبعا الزبدة الفلاحي بتبقى اكتر. ايا كان بقى جاموسي او بقري، يعني اي حاجة ممكن تعملها بالطريقة دي، موفرة جدا جدا. المهم سخنت بس السمنة شوية، وبعدين حطيت عليها 5 معالق دقيق كبار كده، وبعدين طفيت النار. يعني انا سخنت او طفيت النار علشان ما تكلكعش معايا. هنقلب بقى كويس جدا كده. شايفين يا جماعة؟ ممكن تزودي سمنة كمان بس انا ما حبيتش. المهم حطيت بقى اللبن على البارد برضو يا جماعة. قلبت، يعني حطيتها على البارد، قلبت وسبته بقى. قدت النار وسبته بقى. بس طبعا ايد على طول فيه بتقلب علشان ما يمسكش من تحت ولا يكلكع معايا. ما شاء الله ما شاء الله، ما فيهوش ولا كلكوعه، وما شاء الله حاجه كده جميله. يعني بصوا يتشرب كده. حاسه ان انا عايزه كميه تكتر اكتر، فانا زودت لبن، وممكن بقى تزودي ميه، يعني كميه بسيطه كده من الميه. لو عندك شوربه برضو بتبقى طعمها حلو جدا، ممكن تزودي بيها. يعني لو كميه اللبن مش مكفيه معاكي، يعني البشاميل مش بتقول لحد لا يعني. المهم حطيت بقى الملح وقلبت بقى كويس، يعني لحد لما الطعم عجبني، يعني الملح مظبوط وكده. طبعا برضو زي ما قلت لكم في الاول، لازم تعرفي انتي حاطه كميه الملح ايه، على يعني المكرونه كميه ملح ايه، وعلى قطع الفراخ الملح قد ايه، والبشاميل برضو الملح قد ايه، توسطني معاكي كده الملح، علشان كله طبعا بيبقى على بعضه. فانت طبعا يعني مش عشان ما تحدقيش الحاجه وتعدي بيها وكده، فيعني لما يبقى في المعقول كده بيبقى احلى. هتنين اقلب 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 لحد ما اخد بقى القوام اللي انا عايزاه. بصوا، ولا خفيف قوي ولا تخين قوي. حطيت بقى حته سمنه في الاخر كده، يعني بس تكيف كده. لما احط الحته في الاخر دي بحس ان كده يعني بتديلي طعم حلو كده. عندك جبنه، عندك قشطه، عندك اي حاجه تمام. انت ممكن بقى تستني تطفي على النار بقى، وتستني يهدى شويه، وتقومي بقى كسرة بيضة وحطها وقلبها بسرعة. برضو بتخلي طعم البشاميل حلو جدا. خلاص القوام كده تمام. جبت بقى صينية كبيرة على قد مقدار اللي انت عاملاه، على قد يعني المكرونة اللي انت عاملاها. وجبت البشاميل وحطيت في اوله كده بشاميل زي ما انتم شايفين. بعدين حطيت طبقة من المكرونة، قلبتها في البشاميل كده. عادي ممكن تقلبي المكرونة كلها في شوية بشاميل عادي، انما انا بعملها بالطريقة دي بحسها يعني احسن شوية. اهو يا جماعة حطيت شوية هوت وكده تمام خالص. هساوي بقى المكرونة بتاعتي كلها. جبت بقى قطع الفراخ بتاعتي وبرضو سويتها كده بعد اول طبقة من المكرونة في الوسط كده. ممكن لو عندك جبن تحطيه، لو عندك اي جبن، يعني اي نوع جبن حطيه عادي. باقي المكرونة معايا بقى. اهم حاجة الطبقة الاولى تبقى تقيلة، انما الطبقة التانية عادي ممكن تكون اخف شوية عنها، ولو الاتنين قد بعض كويس جدا. خلاص انا بسوي بقى المكرونة معايا. طبعا المكرونة قلت لكم مش بتتغسل بمية. احط بقى كمية البشاميل اللي معايا كلها. بتحبيها مقرمشة ما تكتريش بشاميل قوي، يعني يا دوبك تغطي كل الاجزاء. بتحبيها بشاميلها كتير زودي بشاميل. يعني على حسب برضو، دي اذواق يا جماعة.
كل الاكل اذواق، يعني انت بتحبي كذا اعمليها زي ما انت عايزه. طبعا استحالة تعمليها قطع وهي سخنة، يعني لما تعوزي تقطعيها قطع لازم تفضل باردة، يعني تبرد شوية. انما لو انتي هتاكليها سخنة كده استحالة تبقى جوسي كده، ومش هينفع تبقى قطع. الناس اللي بتحب ان هي تقطعها كده او كده استحالة تبقى قطع لان هي سخنة. خلاص كده يا جماعة تمام اهوت. حطيت بقى صفار بيض فوقها كده زي ما انتوا شايفين، وشوية سمنة بلدي جميلة. بصوا تحفة تحفة تحفة، ريحة وطعم وكل حاجة. ويا رب تعجبكم وجربوها بس بالطريقة بتاعتي دي، هتعجبكم جدا. ويا رب اكون خفيفة عليكم كده، ويكون عجبتكم الوصفة بتاعتي. ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.